إن الركون للكلام محض غلط، والاعتكاف في الصمت صح غلط. ما الصائب في الخلوة بصائب، ما المخطئ في النزوات بغلط. جل البصيرة سائر نحو الغلط، حكم الحقيقة قائد صوب الغلط. أيها الإنسان يا نسل الغلط، ما الشك والإيمان إلا عن غلط. إن كانت الحياة مبتدى الغلط، فما الموت إلا منتهى الغلط. هوشانغ أوسي كاتب وشاعر كردي سوري. يعني الهويات الجميلة هي الهويات المتداخلة والمركبة. الهويات الأكثر قربا للحس الإنساني هي التي تنطوي على أكثر من هوية، وأزعم أن هويتي كإنسان وكاتب في هذا الاتجاه يعني. أنا حيث ما تضعني الحياة. الحالة التي تتطلب أو تملي علي الشعر أكون وقتها شاعر. الحالة التي تملي علي بأن أكون فيها كاتب مقال سياسي أعطي الحالة حقها. كتبت في الشأن السياسي، لكنني لست سياسيا. يعني ليس كل من كتب في الشأن السياسي هو سياسي. شخصيتي ككاتب يتعامل مع المبادئ ومع القيم والأخلاق، جعلتني يعني أبتعد عن السياسة كحراك وتنظيم وكنشاط. مارست سياسة كما مارسها كتاب كثر، يعني مارست العمل السياسي، النشاط السياسي الكردي. استفدت من هذا النشاط أنه عرفني على المجتمع، تفاصيل المجتمع، تعقيدات المجتمع، ويعني آلمني كثيرا أيضا. يعني السياسة محرقة للكتاب للمبدعين، لأنه يعني من تأدلج تخندق، ومن تخندق اختنق. الشعر ليس مكتسبا، يعني الحالة الشعرية حالة هي أقرب إلى التلقائية، إلى أقرب إلى الارتجال، وهي أبعد ما تكون عن التعمد. الشعر يولد مع المرء، يعني لا يكتسب المرء من المدارس والمعاهد والجامعات. هي ليست خلاصة تحصيل علمي. لا يوجد هنالك مدرسة أو معهد تخرج، ويمكن أن تخرج صحفيين، يمكن أن تخرج سياسيين باحثين، لكن لا يوجد هنالك معهد يخرج شعراء. بدأت بكتابة الشعر أثناء العمل السياسي في 1995، ولكنني منذ فترة الطفولة يعني كنت طالبا تلميذا مجتهدا
متفوقا في الدراسة، كنت أرسم، وكنت يعني مضرب للمثل بالنسبة للطالب المجتهد الموهوب. الإبداع لا يتعامل مع اليقينيات، لا يتعامل مع الإبداع بالضد من اليقين. الإبداع، أو هكذا أرى، أنه هاجسه هي منطقة الاستثناء. يعني ينبغي للمبدع أن يشتغل في منطقة الاستثناء لا في منطقة القاعدة أو القواعد، قواعد الفن، قواعد الإبداع اللي يمكن أن نقول عنها بأنها يقين أو يقينيات. أعتقد أنه من الطبيعي أو أن يكون مثلا ما أكتبه فيه قلق أو فيه عدم يقين أو فيه شيء مناهض أو مناقض لليقينيات، لأنه هذا هو أو ينبغي أن يكون ديدن الأدب والشعر والإبداع أن يحل أسئلة، لا أن يتعامل يعني مع الأجوبة أو يصادق أو يعزز الأجوبة. وعدم اليقين هذا شيء أجده طبيعيا وصحيا. هنگی زلال و دیارم وەکە داستانەکە نەپەنی تێمە خوێندن، هنگی وندامە وەکە ڕاستیەکە بریندار و تاڵ تێمەش بیرکردن. جارنا ئەس کەڤرێکم ددلێ بیرهاتنان دە، ڕەه و شاغ و پەل ددم جارنا، دومال زارۆکا باێ کوردە، ئەس لبەکە تۆزم هەبووم و تنەبووم. التعمد في الكتابة الشعرية شيء مرفوض ومنبوذ بالنسبة لي، لأنه يقرب الشعر إلى النظم وليس إلى حالة الارتجال والعفوية. يعني أن يضع الشعر ضمن سياق تقليدي، الصدر والعجز والقافية والبحور والتفعيلة، هذا في شيء عنصر عمد، هذا في شيء تعمد، قضية مكاسرة لغوية أو عذر أو استعراض لغوي في هذا الخصوص. أما الشعر لا يتعامل مع هذا الموضوع. هذا إذا أخذنا الحيز الشعري أو الحيثية الشعرية في عملية الكتابة الإبداعية. الشعر قطعا بالضد من التعمد. يعني هنالك شعراء، أعتقد أدونيس أو محمود درويش أو ربما شعراء آخرين، كانوا يعودون إلى نصوصهم ويراجعونها مرة تلو الأخرى، مرتين، يضيفون، يحذفون. أعتقد أنه هي عمليات التحسين والتجميل التي يجريها الشعراء هي عنصر عمد، هي تؤذي القصيدة، تؤذي الحالة العفوية للقصيدة، تؤذي الولادة للقصيدة. يعني مثل بنت الله خلقها هيك، فبتروح تعمل عمليات تجميل وتحط وبتقيم وبتشيل هذا يعني فيه عنصر عمد ومشوه للنص، لوحية النص، لجوهر النص، للحظة ولادة النص. قلائد النار الضالة فيها هذا النفس الصوفي، فيها هذا التعقيد اللغوي، هوس اللغة، هاجس اللغة، أو جدارة اللغة، يعني إنجاز التعبير. لأنه نحن الأكراد، أنا لما كنت طفل يعني أكلت ضرب كتير على إيدي، على قفا إيدي من المعلمة
لأنه نحن كنا نروح على المدرسة ما بنفهم شيء عربي، ما بنعرف، يعني شخص جاي من بيئة كردية من عائلة كردية ما بيعرف يحكي عربي، فكنت عم بحكي مع أخي أو مع صديقي بالكردي بالصف، فالمدرسة كانت تعنفنا بشدة بالضرب وبتقزيم وتشويه اللغة اللي أنا عم بحكي فيها. مثلا بتقول لي لا تحكي بهذا اللسان الأعوج، فبتسمي اللغة الكردية لغة عوجاء أو عرجاء من باب التشويه. هذا ربما ما ماني يعني ربما قضية أنه خلق لدي الرد على هذه المدرسة التي عنفتني وشوهت لغتي بأن أكتب أن أكتب نصا بلغتها يتفوق على نصها. يا إله البحر الباكي، شمال عشقك جنوب الربيع، شرقا تسري نحوك غيوم القوافي الزرق، غربا تشهد الأقاحي والخزامى مولد نجمة التراب أرجوحتك، عرس الماء يغتاب نارك مختالا بأنهاره والثلج المشحوذ بالليل. أيها الإله البرتقالي مهلا، لمن ستورث ظلك حزنك وبقايا صوتك سيد الأصوات الكئيبة؟ ألتلك البنفسجية النائمة في شرك السراب، أم للعابرين تحت جنح الفجر النائي مرتدين أغاني الرعاة في طقس الغبار الذي هيأه بعناية صمتك المترهل الجميل؟ أم للعائدين من ذواتهم إلى ذواتنا، من عرائهم الداخلي إلى أعشاش كلامنا مرددين؟ هذا ما وعدت به نبوءة الحجل وصدق التائبون. هذا ما وعدت به نبوءة الحجل وصدق التائبون. النص الوعر الملتبس بالنسبة لي أفضل النصوص أكثرها وعورة، وأفضل النصوص أكثرها التباسا، وأكثرها انفتاحا على التأويل وإثارة الأسئلة. لا يوجد مبدع بدون أستاذ، أو لا يوجد أي إنسان. نحن دائما بحاجة إلى من يوجهنا، ربما يكون هذا الأستاذ أبا أو أم أو أما أو أختا أو صديقا أو حبيبا أو أي شيء، أو حجرا أو شجرا أو ريحا أو طبيعة ممكن أن تكون يعني أستاذا للإنسان. لكن المبدع، أنا أقصد الحالة الإبداعية، على المبدع أن يحطم أوثان وأصنام الأساتذة في داخله، وإلا سيبقى أسير ورهين أساتذته. شعراء كانوا، فلاسفة كانوا. إذا أنت بتراجعي يعني حركة الشعر أو حركة التاريخ بتلاحظي دائما أنه دائما التلميذ يحاول أن يتجاوز أستاذه، يبقى يذكر الفضل ولكن يحاول أن يتجاوزه. أنا أيضا يعني كل شيء قرأته أعتبره أستاذا لي، يعني كل نص قرأته وأثر في لسليم بركات، لمحمود درويش، لأدونيس، لشعراء، لجبران خليل جبران، لشعراء أكراد، ملاي جزيري، أحمد خانة، شعراء أوروبيين، ناظم حكمات، أترك، كل من قرأت له وتأثرت به أعتبره أستاذا. لكن أحاول قدر المستطاع
أن أترك هؤلاء الأساتذة خلف ظهري، شكرا لكم. ودائما يعني البدايات تكون متأثرة. يعني أنا أستطيع أن أتحدث عن تجربتي، يعني لا تجارب الآخرين هم بإمكانهم أن يتحدثوا عنها. الموضوع يتعلق بالحالة، يعني الحالة الشعرية تملي علي أن أكتب نصا باللغة الكردية فأكتبه. الحالة الشعرية تملي علي أن أكتب نصا باللغة العربية فأكتب. وإن كانت هنالك لغات أخرى موجودة لدي لكتبت بها. حاولت يعني باللغة الهولندية أيضا، لكن كانت محاولات يعني ركيكة وهشة، لأنه اللغة الهولندية بالنسبة لي شبه معدومة. حاولت أن أكتب وسأحاول يعني. الرواية بالنسبة لي هاجس لاحقني منذ 2005، منذ أن كنت في دمشق، وبعد مضي 10 سنوات تقريبا، يعني في 2015 بدأت بكتابة هذا العمل. وهذا يعني العمل هو العمل الروائي الأول بالنسبة لي، وحظي باهتمام النقاد والقراء، وحصل على يعني هذه الرواية حصلت على جائزة كاتارا للرواية العربية. ويعني كانت بالنسبة لي مفاجأة، وأعتقد بالنسبة للكثيرين مفاجأة، يعني من الكتاب الكرد والعرب، أنه هوشنغ في روايته الأولى تفوز بهذه الجائزة. كانت مفاجأة، وسأحاول قدر المستطاع في العمل القادم أن أتجاوز، يعني هذه الرواية صارت بالنسبة لي ماضي، ينبغي أن من الواجب علي تجاوز هذا الماضي إلى شيء أفضل وأحسن، لأنه النجاح عبء وجميل، يعني يشعر المرء أنه جهده يكرم، أنه في ناس عم تقرأ هذا الجهد وتقيم هذا الجهد وتكرمه. بكل تأكيد هنالك يعني شعراء أبدعوا في الثورة السورية، لأنه الثورات حالات مؤقتة والشعر دائم، يعني نهر الشعر يبقى متدفقا، والمحطات الثورات هي محطات مؤقتة في عمر الأوطان والمجتمعات، وبطبيعة الحال يفترض أن يتفاعل الشاعر مع الثورة. شأن كثر، يعني تفاعلت مع الثورة السورية شعريا ونثريا أيضا، وحتى على مستوى المقال السياسي أيضا كان هنالك تفاعل، وهذا من طبيعة الأمور. مكان الولادة يفرض علينا، يعني لا أحد يحدد أين يولد، وربما لا أحد يحدد أين يموت، لكن أحيانا الإنسان يحدد أين يريد أن يعيش. اخترت أوستند لأنه زرت بيروت وحبيت بحر بيروت، وهربت من بلدي إلى اسطنبول وشفت بحر اسطنبول وحبيت بحر اسطنبول، وهربت إلى اليونان وحبيت بحر فدائما هيك حسيت إنه في علاقة خفية وحميمة بيني وبين البحر. اخترت أوستند وأهديت روايتي الأولى إلى مدينة أوستند. لا يمكنني أن أحدد إلى أين سأتجه، لأنه كما ذكرت لك يعني الحياة صفر لا ينتهي من الاحتمالات، والصفر لا ينتهي من المصادفات، وبالتالي لا يمكنني أن أضع نقطة النهاية. متى أشعر بأنني بدأت أكرر نفسي ولا أقدم شيء جديد،
أعتقد أن تلك اللحظة هي نقطة النهاية في نهاية سطر تجربة هوشام جوسيج الشعرية أو الإبداعية أو في الكتابة بشكل عام. 12 بتوقيت أوستند. المدينة غارقة في مطر الصمت، المطر غارق في صمت المدينة، الصمت غارق في مدينة المطر. أحدهم رأى يوم الأحد مقتولا مرميا على سكة الترام، آخر سمع يوم السبت يقول أنا القاتل، شخص ثالث تساءل لماذا يرقص يوم الخميس باكيا. تخرج فتاة عارية من حانة الصيادين كأنها تخرج من حمام دمشقي قديم، ليست سعيدة لكنها تضحك، ليست حزينة لكنها تبكي، ليست سكرانة لكنها تترنح، لم تمارس الجنس ولم تدخن الماريجوانا لكنها منتشية. جثة يوم الأحد المرمية على سكة الترام، قالت تلك ليست حانة الصيادين بل قارب مكتظ باللاجئين، تلك لم تكن فتاة عارية بل قصيدة كتبها شاعر مجهول. إنها 12 بتوقيت أوستند. الشوارع مقفرة حاوية القمامة ككلب ينبح، إشارات المرور كقطط تموء، والليل كذئب يبحث عن فريسة. إنها 12 بتوقيت أوستند. موقف الباص لا ينتظر أحدا، موقف الترام ينتظر عجوزا فقد بصره في الحرب، محطة القطار تنتظر حربا لن تمر من هنا. 12 بتوقيت أوستند. كنت طفلا في 12 وطفلة في 12 وعجوزا في 12. من شرفة منزلنا المطلة على المقبرة نرى جثث النوارس تتقاذفها أمواج البحر. لم نكن نعرف ما الذي جرى، لكن ساعة الحائط بدأت ترن، وكذلك نواقيس الكنائس. لم نكن نعرف ما الذي جرى، لكن ساعة الحائط بدأت ترن، وكذلك نواقيس الكنائس. إنها 12 بتوقيت دمشق.